أعلنت ميليشيا الحوثي شن هجوم على ناقلة نفط سعودية ثانية في خليج عدن بعد ساعات من تأكيدها استهداف ناقلة أخرى للمملكة قبالة ساحل مدينة ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر، وذلك في إطار الحصار البحري الذي تقول الجماعة إنها فرضته على المملكة منذ أسبوعين. وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع في تدوينة عبر منصة إكس إن الحوثيين أصابوا سفينة دايز النفطية السعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت السفينة على العودة وفق تعبيره. ولم يصدر تعليق من السلطات السعودية بشأن الواقعة. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الجماعة استهداف ناقلة نفط سعودية أخرى تحمل اسم وفاء شمالي البحر الأحمر قبالة مدينة ينبع بعدد من الصواريخ البالستية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة فيها. وأوضح الناطق العسكري باسم الحوثيين أن الهجوم الثاني يأتي بدوره في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق ما وصفه بمعادلة الحصار بالحصار. وقال سريع في وقت سابق إن عدد السفن النفطية التي استهدفها الحوثيون منذ بدء ما تصفه بالحظر البحري في 22 من يوليو تموز الماضي ارتفع إلى 8 سفن، فيما بلغ عدد السفن التي قالت الجماعة إنها أجبرتها على التراجع في البحر الأحمر 29 سفينة. وكان الحوثيون قد أعلنوا الشهر الماضي فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر ردا على ما وصفوه بأنه حصار سعودي على اليمن، وهو اتهام تنفيه الرياض. إلى ذلك نفى مصدر سعودي مطلع ما تردد في الساعات الأخيرة عن اعتقال بحارة أو جنود سعوديين داخل البحر أو في الأراضي اليمنية، مؤكدا أن مصدر تلك الشائعات حسابات حوثية مشبوهة. من جهة أخرى توعد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين بمنع مرور السفن النفطية السعودية عبر جنوب البحر الأحمر وشماله حتى تلبية مطالب الشعب اليمني ورفع الحصار عنه وفق تعبيره. وتصاعدت التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن منذ مطلع يوليو تموز مع إعلان الحوثيين توسيع هجماتهم على السفن المرتبطة بالسعودية، بينما أقرت الرياض سابقا بتعرض إحدى سفنها لهجوم. كما أعلنت السعودية شن غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة قالت إنها تستخدم لتهديد الملاحة البحرية. وأعلنت السعودية مؤخرا تشكيل تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب، يضم عددا من الدول بهدف التعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. ويشهد اليمن منذ مطلع يوليو تموز الماضي تصعيدا عسكريا يعد الأعنف منذ عام 2022 بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في إبريل نيسان من ذلك العام، وسط استمرار الحرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد. ويزيد هذا التصعيد من المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس، ويعد أحد الممرات البحرية العالمية. وتزداد أهمية هذا الممر منذ إغلاق إيران مضيق هرمز في أعقاب الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، إذ باتت الموانئ السعودية على البحر الأحمر وفي مقدمتها ميناء ينبع تؤدي دورا أكبر في تصدير النفط. وبحسب مراقبين فإن استهداف السفن النفطية السعودية لا يقتصر أثره على المملكة، بل يثير مخاوفا من اضطراب حركة التجارة وإمدادات الطاقة عبر المنطقة في ظل تنامي الاعتماد على البحر الأحمر كممر بديل لصادرات النفط. إلى ذلك رأى وزير الإعلام اليمني السابق والمحلل السياسي نصر طه مصطفى أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر وباب المندب يعكس تحولا في طبيعة المواجهة بالمنطقة، معتبرا أن تحركات جماعة الحوثي تأتي في سياق استراتيجية إيرانية أوسع للضغط على خصومها الإقليميين والدوليين، في وقت تفتح فيه هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة لاستعادة الدولة اليمنية. وقال مصطفى إن جماعة الحوثي تتجنب في المرحلة الحالية الانخراط في مواجهة داخلية واسعة مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي يرى أنها أصبحت في وضع أفضل مقارنة بالأشهر الماضية، مفضلة نقل التصعيد إلى الساحة الإقليمية عبر استهداف السعودية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. واعتبر أن التصعيد الحوثي ضد الموانئ والمطارات والسفن السعودية جاء بدعم إيراني في ظل سعي طهران إلى تجنب مواجهة مباشرة
مباشرة مع المملكة، مع الإبقاء على أدوات الضغط عبر حلفائها في المنطقة، مشيرا إلى أن الحوثيين يسعون في الوقت نفسه إلى تثبيت أنفسهم كطرف لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات سياسية أو أمنية تخص اليمن والمنطقة. وأوضح أن باب المندب يمثل ورقة ضغط استراتيجية لا تقل أهمية عن مضيق هرمز، بل ربما تتفوق عليه من حيث دوره في حركة التجارة العالمية، نظرا لكونه ممرا رئيسيا يربط آسيا بأوروبا، الأمر الذي يجعل أي تهديد للملاحة فيه قضية تتجاوز الإطار الإقليمي إلى الاهتمام الدولي. وأضاف أن الحوثيين رغم عدم قدرتهم على إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل لعدم سيطرتهم المباشرة على المضيق، يمتلكون القدرة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر واستهداف السفن، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي ويفرض على الدول البحث عن آليات جديدة لحماية خطوط التجارة. وأشار مصطفى إلى أن طهران لا تمتلك في اليمن النفوذ المباشر الذي تتمتع به في العراق بسبب غياب الحدود المشتركة وصعوبة تقديم دعم عسكري مباشر، لكنها عملت خلال السنوات الماضية على تزويد الحوثيين بالخبرات العسكرية والفنية التي تمكنهم من مواصلة القتال والصمود. وفي السياق ذاته اعتبر أن المبررات التي تطرحها جماعة الحوثي بشأن استهداف السعودية تحت عنوان رفع الحصار عن اليمن لا تحظى بقبول واسع، مشيرا إلى أن ميناء الحديدة لا يزال يستقبل الواردات، كما أن مطار صنعاء كان يعمل أمام الرحلات المخصصة للمواطنين اليمنيين، قبل أن تؤدي التطورات العسكرية اللاحقة إلى تدمير الطائرات المدنية الموجودة فيه. ورأى أن المجتمع الدولي يتحمل جزءا من مسؤولية استمرار الأزمة اليمنية، مستشهدا بما حدث عام 2018 عندما توقفت عملية استعادة مدينة وميناء الحديدة بعد اتفاقية ستوكهولم، ثم دخول البلاد في مرحلة لا حرب ولا سلم منذ هدنة عام 2022، وهو ما منح الحوثيين فرصة لتعزيز مواقعهم. ولفت إلى أن التهديدات المتزايدة للملاحة الدولية دفعت عددا من الدول إلى التجاوب مع الدعوة السعودية لتشكيل تحالف بحري دولي لتأمين البحر الأحمر في ظل مخاوف من اتساع نطاق الهجمات وتأثيرها على التجارة العالمية. واختتم مصطفى بالتأكيد على أن استقرار المنطقة لن يتحقق من وجهة نظره إلا عبر استعادة الدولة الوطنية في اليمن وغيرها من الدول التي تشهد صراعات داخلية، مع ضرورة وقف مصادر تمويل وتسليح الجماعات المسلحة، معتبرا أن استمرار هذه الجماعات في تقويض مؤسسات الدول يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. في السياق حذر مصطفى من أن التطورات الإقليمية الأخيرة أعادت الأزمة اليمنية إلى واجهة المشهد وفتحت الباب أمام احتمالات جديدة، بينها عودة المواجهات المسلحة. وأوضح أن صمود الهدنة كان يعود إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدها طرفا الصراع خلال معارك مأرب بين عامي 2020 و2022، وهو ما دفع جماعة الحوثي بحسب رأيه إلى إدراك أن تحقيق المكاسب عبر العمليات العسكرية لم يعد خيارا مجديا، الأمر الذي ساهم في تبني مبادرة السلام السعودية المعروفة بخارطة الطريق، والتي دعمتها الأمم المتحدة وأفضت إلى وقف واسع للعمليات القتالية. وأضاف أن انخراط الحوثيين في المواجهات المرتبطة بالحرب في غزة منذ أواخر عام 2023 غير مسار الأزمة، إذ انتقل التوتر من الجبهات الداخلية إلى مواجهة خارجية، وهو ما كلف الجماعة خسائر عسكرية وبشرية، فضلا عن تعرضها لعقوبات دولية وأمريكية جديدة انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وأدت إلى تجميد غير معلن لمسار خارطة الطريق وتأجيل المفاوضات مع الحكومة اليمنية. وأشار إلى أن تردد الحوثيين في الانخراط بمواجهة أوسع خلال الأشهر الماضية أتاح فرصة لإحراز تقدم في ملف تبادل الأسرى، إلا أن إعلان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التعبئة العامة أخيرا يعكس من وجهة نظره استمرار العقبات أمام أي تسوية سياسية قريبة. وفي المقابل أكد مصطفى أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة رغم استعادتها السيطرة على المناطق المحررة بدعم سعودي، مشيرا إلى أن معالجة آثار الفراغ الإداري والأمني وإعادة تنظيم الإيرادات العامة تمثل أولوية للحكومة في المرحلة الحالية. وختم بالإشارة إلى أن التطورات الأخيرة ومنها إرسال إيران طائرة إلى صنعاء ورد الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية
أعادت التوتر إلى الواجهة، معتبرا أن اليمن يقف أمام مرحلة دقيقة تتراوح بين فرص الحل السياسي واحتمالات التصعيد في ظل تعقيدات داخلية وإقليمية متشابكة.